بعض الناس علشان يعني ياخد قرار في الارتباط تجاه فتاة مثلا أو فتاة تجاه شاب، بتحط بعض الشروط. وده يعني مش قادر أقول ده صح ولا ده غلط، لأنه اللي بيحط شروط زي كده يبدو وكأنه إنسان مش ناضج كفاية، أو إنسان بيعلن إنه أنا هذا الشرط هو الحاجة الأساسية في الارتباط، يا إما تتجاوبي مع هذا الشرط يا إما نوقف الارتباط. يعني هو ما عندوش نظرة شاملة ليا وقابلني كإنسانة أو قابلاني كإنسان. يعني اللي بيحط اشتراطات زي كده إنك أنت تخشي كلية معينة أو ما تخشيش كلية معينة، أو تقبلي إنك يا تهاجري أو ما تهاجريش، أو تعيشي مع أمي في بيت واحد ولا لأ، وبيحطها كشرط أساسي للارتباط. هذا مقلق جدا، رجل كان أو امرأة. اللي بيحط شرط كحاجة أساسية نكمل ولا ما نكملش استنادا على أحد هذه الشروط، أعتقد ده خطر جدا، لأنه مش عشان الشرط لكن عشان هذا بيشير إلى شخصية هذا الإنسان، وإنه مش مقتنع بيا أو مقتنع بيا إجمالا، وفي قدر من التوافق عموما، لكن إن أنا يعني مستندة على أو ما أريده هو حد يقعد مع أمي مثلا، أو أنا لو أنت دخلتي كلية هندسة مثلا يبقى أنا مش هبقى مستريح، أو لو ما دخلتيش يبقى أنا يعني بيحط القيمة الوحيدة أو القيمة الأساسية هي في أمر ما. هذا بيشير إنه ده شخص مش قابلني، وشخص مش إنسان عنده سعة أفق. فأحب قوي إنه الناس تبقى واضحة، أنا بحب كده، أنا أفضل هذا، لكن هذا الأمر يعود ليكي أو يعود لك، لكن ده بكل تأكيد يسعدني. لكن شرط أعتقد ده بيشير إلى أمر خطير للغاية.